لو حضرتك عندك الار بي ام قليل جدا، يعني الربح في الار بي ام ال 1000 مشاهده بتجيلك في الار بي ام 20 سنت 30 سنت 40 سنت 50 سنت، وانت عايز تعلي الار بي ام بتاعك، فحضرتك هتقدر تعلي الار بي ام بتاعك لو كملت الفيديو ده للنهايه، وهتقدر تخلي الار بي ام بتاعك لما يعلى تمام هيبدا ارباح جوجل ادسنس تعلى معاه. يعني مثلا لو انت بتقبض مثلا بيجي لك في الشهر كمثال $100، هيجي لك ان شاء الله $200 وممكن $300 وانت طالع، على حسب على قد ما تقدر تستخدم ذكائك هتقدر تربح من جوجل ادسنس، وتقدر تربح مبالغ حلوه ان شاء الله. والار بي ام بتاعك هيعلى، ولما يعلى هيعلى معاه ارباح جوجل ادسنس، وهتقبض ان شاء الله فلوس حلوه من جوجل ادسنس. تمام. طيب ايه هي الطريقه؟ الطريقه طبعا احنا هنجيب اهم الكلمات واغلى الكلمات. طب هنجيبها ازاي؟ من اداه فيت اي كيو ولا من اي اداه؟ لا، احنا النهارده هنشرحها وهنجيبها من جوجل ادس. طب ايه جوجل ادس ده؟ ده جوجل ادس ده اللي هو جوجل اعلانات جوجل. احنا شرحناه في فيديوهات سابقه، واتكلمنا في فيديو سابق ازاي تقدر تنشئ حساب جوجل ادس مجاني تمام بدون حملات اعلانيه، لان في معظم الاوقات او متصفحات معينه لما بتيجي تعملها يطلب منك ان انت لازم تعمل حمله اعلانيه. طب انا ما معيش دلوقتي اعمل حمله اعلانيه، فحضرتك هتقدر تدخل وتنشئ حساب مجاني، وبعد كده لو حبيت تعمل حملات اعلانيه هتقدر تعمل حملات اعلانيه. ولكن النهارده احنا بنتكلم عن الكلمات المفتاحيه. تمام. طيب اول حاجه انت هتفتح جوجل ادس بالشكل ده، هيبقى فاتح معاك اعلانات جوجل ادس. تمام. انت دلوقتي عايز تجيب اهم الكلمات المفتاحيه واغلى الكلمات المفتاحيه عشان تعلي معاك ارباح الار بي ام وتعلي معاك ارباح جوجل ادسنس. الار بي ام يعلى معاك، فلما الار بي ام يعلى معاك ارباح جوجل ادسنس، وتقدر تربح اكتر باللي انت كنت بتربحه سابقا. تمام. طيب هنبدا نضغط على الادوات، نختار الاختيار ده اللي هي الادوات. تمام. وهنختار حاجه اسمها اداه التخطيط الكلمات الرئيسيه، هنضغط عليها. تمام. هيبدا يفتح معايا بالشكل ده. احنا هنقول له اكتشف الكلمات الرئيسيه جديده، اكتشف كلمات رئيسيه جديده. هنا ممكن مثلا لو انا بعمل فيديو عن ادسنس هاجي اكتب ادسنس مثلا واضغط انتر، وممكن اجيب جوجل ادسنس. تمام. ممكن اجيب مثلا اعملها مثلا اكتب جوجل مثلا. تمام. وممكن اكتب جوجل عربي برضو. تمام. وبتبدا تكتب بقى الكلمات الرئيسيه بتاعتك هنا. بعد كده بتقول له تحقيق. تمام. هيبدا يظهر لك الكلمات اللي هي موجوده هنا. تمام. جايب لك جوجل جايب لك ادسنس. تمام. الكلمه دي عليها متوسط عمليه البحث الشهريه من 10000 ل 100000. تمام. فهنا جايب لك التغيير على مدى مدار 3 اشهر. تمام. ولكن احنا هنسيبنا من ده كله وهنرجع هنا. تمام. لو بصيت هنا طبعا كلمه ادسنس لو كتبتها عندك في التاجز اللي هي الكلمات المفتاحيه هتلاقي هنا مكتوب بيقول لك عرض السعر ظهور الاعلان في اعلى الصفحه، النطاق المرتفع يعني اعلى حاجه. تمام. الكلمه ديت لو كتبت كلمه ادسنس في البحث مثلا، عفوا لو كتبت كلمه ادسنس في الكلمات المفتاحيه، تمام، هي سعرها المرتفع 31 جنيه و7 قروش. طيب النطاق المنخفض بقى 12 جنيه و20 قرش. فبالتالي الكلمه دي غاليه، لو حطيتها جابت لي 31 جنيه. تمام. جابت لي 12 جنيه، مش وحشه الكلمه ديت. تمام. فهتبدا تعلي معاك الار بي ام، والار بي ام هيعلي معاك ايه؟ ارباح جوجل ادسنس. تمام. طيب هنيجي عند لو كتبنا كلمه جوجل ادسنس. تمام. هنيجي هنا بيقول لك جوجل ادسنس النطاق المرتفع 105 جنيه فاصلة 46 قرش. تمام. طب النطاق المنخفض 94 قرش. يعني انت لو جبناها في النطاق العالي، النطاق المرتفع هيجي لي 105 105 جنيه 46 قرش، ممكن اخدها احطها. تمام. ولكن المشكله لو جالي في النطاق المنخفض هيجي لي 94 قرش، يعني 1 جنيه. تمام. فهتكون قليله جدا فعلا. تمام. ولكن لو جات لي في الارتفاع هكون انا
كسبت منها حاجه حلوه. تمام. طب لو كتبت جوجل بالانجليزي، تمام، هنا بقول لك عمليات البحث جوجل بالانجليزي، تمام، لو كتبتها من 1 مليون ل 10 مليون، هنا المرتفع بتاعه 474 جنيه، تمام، وخمس قروش. هنا في المنخفض 7 جنيه 37 قرش. احنا ممكن ناخد الكلمه دي ونحطها. طيب هناخد الكلمه دي ازاي؟ او احنا ممكن ننسخها او ممكن نكتبها؟ لا حضرتك انت ممكن مجرد لو انا الكلمه بتاع ادسنس ده عجباني هضغط عليها سهم كده هيبدا يفتح لي قائمه. هاخدها نسخ. بعد ما اخدها نسخ هبدا ادخل على الفيديو ده مثلا. احنا هنقول هو الفيديو ده دي قناه تجريبيه، والفيديو ده اللي هو موجود عليها بتاع كروما، تمام، ولكن احنا هنقول فيديو الكروما ده فيديو بيتكلم عن جوجل ادسنس. هبدا احط هنا في العلامات وابدا اضغط كده هيبدا يكتب لي كلمه ادسنس، تمام. طيب هرجع تاني الكلمه دي خلاص، هروح شايل السهم من عليها وهاجي عند 105 جنيه دي هحدد عليها بتاع جوجل ادسنس واعملها نسخ، او ادخل اكتبها عادي ما عنديش مشكله واروح اعمل كده بلس، تمام. فجوجل ادسنس اتكتبت معايا، تمام. فانت بقى لما بتحطها في الكلمه والناس لما بتيجي تبحث عنها الفيديو بتاعك بيظهر، بيضغط عليه ويتفرج على الفيديو، فالكلمه اللي اتبحث عنها ديت، تمام، سعرها غالي جدا. يعني مثلا احنا قلنا ادسنس ب 31 جنيه، فانت لما واحد يجي يضغط على الفيديو يتفرج عليه على كلمه ادسنس ويضغط عليها، فالكلمه دي سعرها غالي، فبالتالي الفيديو بتاعك اقترح هو اتفرج عليه، فانت كده كسبت مثلا 31 جنيه او في الاقل 12 جنيه. فبعد ال 12 جنيه او 31 جنيه فدي بتعلي معاك الار بي ام. الار بي ام بيبدا يعلى معاك، يعلى. بعد ما بيعلى معاك الار بي ام طبعا، في لما بيعلى معاك فجوجل ادسنس بيعلى معاك في الارباح، فانت بتربح من جوجل ادسنس فلوس اكتر. انا حاسس ان انا لخبطتكم. اللي انا عاوز اوصله لكم، نقي الكلمه الغاليه حطها عندك في التاجز، بعد كده بتبدا تعلي معاك في الار بي ام. الار بي ام لما بيعلى معاك بيعلي معاك ارباح جوجل ادسنس، فبالتالي بتقدر تربح من جوجل ادسنس ارباح كويسه. طبيعي لما الار بي ام بيعلى معاك طبيعي بتلاقي جوجل ادسنس بيعلى معاك برضو. يعني انا مش بقول يبقى الار بي ام عندي 50 سنت، تمام، وبقى 100 سنت، عفوا بقى $1، فبالتالي طالما هو كان 50 سنت وحطيت الكلمات ديت عالي ومعايا بقى 100 سنت اللي هو $1، تمام، $1 ده بدأ يدخل عندي في الارباح في جوجل ادسنس. يعني لو كنت بقبض على 1000 مشاهده 50 سنت او 20 سنت، فجاه ما حطيت الكلمات ديت بدات تعلى معاه الار بي ام وبقى $1. فلما بقى $1 انا طبعا هقبض في جوجل ادسنس، هيبدا اربح منه. بدل ما كنت بقبض مثلا وليكن $100 هقبض $200، هقبض $300، هقبض $400 ايا كان. فدي اهم الكلمات. وبرضه حضرتك او حضرتك لو طبخ مثلا كمثال، يعني احنا ممكن نرجع هنا لو حضرتك انت قناه طبخ، تمام، ومثلا بتعملي بيتزا، احنا ممكن نيجي نكتب هنا بيتزا، تمام، ممكن نيجي نكتب بيتزا هات، ممكن نيجي نكتب بيتزا مثلا حلوه، تمام. لو حضرتك بقى بتعملي مثلا طبخه او بتعملي قناتك طبخ وبتعملي مثلا فيديو عن البيتزا، فانت هتيجي تكتب انواع البيتزا هنا وتبداي تعملي عرض النتائج، تمام. طيب انا دلوقتي كتبت عن البيتزا، هنا كتب لي اول حاجه بيتزا، جايب لي هنا 23 جنيه 82 قرش، يعني 24 جنيه، تمام، والمنخفض جايب لي 5 جنيه 16 قرش. فانا هبدا اخد الكلمه دي واحطها في التاجز عندي، تمام. بيتزا هات جابت لي مثلا 20 جنيه وجايب لي في الاقل 3 قرش، يعني اقول مثلا اقول 3 جنيه ونص مثلا. فانا هبدا اخد الكلمه دي واحطها في العالي 20 في الواطي 3، تمام. فهكذا انت بقى هتبدا تاخد الكلام ده كله تنقي بقى، لكن ما تجيش مثلا ويكون في حاجه قليله جدا مثلا زي كده، مثلا بيتزا بان دي، تمام. لو بصيت هنا مش هتلاقي جايبه ربح، فانت ما تاخدش، انت نقي الكلمات اللي هي عاليه، نقي الرقم في الفلوس اعلى في النطاق العالي كام. يعني انت جيب النطاق العالي، النطاق المرتفع اللي هو مثلا 18 20 100 400 500. نقي الحاجات العاليه جدا ونقي المتوسط بتاعها برضه او المنخفض يكون كويس، بحيث لو ما جاتش في العالي تيجي في المنخفض، فالمنخفض برضه يكون كويس، يبدا يعلي معاك الار بي ام ويبدا يعلي معاك ارباحك في جوجل ادسنس. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.